السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم، تاخدوا منه افكار وتستفيدوا منها. بس لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي اسماء. بقدم وصفات، بقدم روتينات، بديكي افكار ازاي تنظمي ميزانية بيتك. كمان بشارك معاكي مشترياتي وبقولك افكار تساعدك ازاي تنظمي مشترياتك الشهرية والاسبوعية. كمان بديكي نصايح ازاي تهتمي بنفسك. فلو اول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. ويلا بينا، بسم الله كده نبدأ الفيديو. حبيت أبدأ معاكم الفيديو كده بفطار بدأت بيه يومي. وبصراحة أنا يعني اللي متابعني عارف قد ايه أنا بحب الفطار ده، وهو حواوشي البيض. دايما كده بحب أعمله. بحسه كده فطار متكامل، بيكون فيه النشويات والبروتين، وممكن تحطوا له كمان خضار، ممكن تحطوا طماطم، ممكن تحطوا فلفل، فتقدروا تخلوه فطار كامل ومتكامل. انا بصراحة بحبه جدا لانه طعمه لذيذ. الناس اللي هي مش بتحب البيض بالطرق العادية، جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. ولو بتحبوا فيديوهات الفطار، تابعوا الشورتس على القناة، وكمان تابعوا الصفحة بتاعتي على انستجرام، برضو هتلاقوا فيها محتوى هيعجبكم جدا. اتمنى ان انتوا تدعموني وتعملوا لي فولو. يلا بينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. حبيت كده ان انا ادمس شوية فول، لان بقالي كتير قوي ما دمستش فول. عملته بالطريقة العادية اللي عملتها معاكم كتير قوي، ولو حابين ان انا اعمله معاكم مرة تانية قولولي، وهنعمله ان شاء الله مع بعض. وممكن اختصره لكم في شورت او فيديو قصير كده على القناة. انا دمسته، حطيت فيه فول. بعد طبعا ما نقعته، غسلت كمان بليلة وشوية عدس وحطيتهم معاه. بحب احط معاه طماطم، وبحب احط معاه جزر وبصل، وبسيبه بقى على النار ممكن 3 او 4 ساعات على نار هادية خالص لغاية ما بيستوي. بعد ما بيستوي بقى اطحنه بالشكل ده بالهاند بلندر، علشان يكون سهل ان انا اخده بقى كده بالمعلقة واحضره على طول، وبيكون حلو جدا جدا. جربوه بالطريقة دي. كمان بضيف له توابل زي البابريكا والكركم، بيبقى حلو جدا. عايزه اقول لكم ان ده ربع كيلو من الفول عامل معايا 7 اكياس. ربع كيلو تقريبا اقل من 10 جنيه، 9 جنيه تقريبا. وشوية حاجات موجودة عندي في البيت، مش شرط تحملوها زي، بس انا بحب ارفع القيمة الغذائية بتاعته. وهيعملوا لك 7 اكياس من الفول، يعني بما يعادل 35 جنيه فول لو انتي هتشتريه من بره. فطبعا موفر جدا. بدأت بقى كده ان انا احضر الغدا، وحبيت اعمل غدا تقليدي جدا، وهو صينية بطاطس بالفراخ. عملتها بطريقة زمان قوي، من غير اي توابل ومن غير اي تعقيدات. اسفة، هنا كانت الموبايل هيفصل والكهرباء قطعت، فما قدرتش ان انا ازود الاضاءة اكتر من كده. ده بصل. بس انا فركته بالفلفل الاسود والملح. اعملوه بالطريقة دي علشان النكهة اللي فيه تطلع بجد. الطريقة دي حلوة جدا. وبدأت ادعك بيه البطاطس، وكمان هدعك بيه الفراخ. ده بيغير الطعم كده وبيدي نكهة للبطاطس قبل ما تحطوها على النار، وكمان للفراخ بيبقى حلو جدا. تقدروا تحشوه كمان ما بين الجلد واللحم، وتفتحوا كده الفراخ وتدعكوها بالبصل ده. بعد كده هبدأ احط صينية البطاطس بتاعتي على النار. هضيف عليها بس شوية كده من الزيت، علشان انا بحب ان البطاطس قبل ما تدخل الفرن تاخد كده تشويحة بسيطة، وتاخد لون ذهبي كده بسيط قبل ما ادخلها الفرن. وده بيسهل من عملية السوا، يعني مش هتضطري ان انتي تسيبيها كتير في الفرن، او ممكن الفراخ تستوي والبطاطس لسه ما استوتش. لا، الخطوة دي بتسهل معاكي التسوية. فحطيت بس عليها توم باودر. انا بس عشان قولوني اليومين دول تعبان، فما قدرتش احط توم بصراحة، بس انا محتاجة النكهة بتاعته فحطيت توم باودر. هو طبعا مش هيديكي نفس النكهة، بس بصراحة يعني هيغني عنه. ضفت كمان الفراخ، وهبدأ ان انا اشوحها كمان مع البطاطس شوية لغاية ما لونها كده يتغير ويبقى مبيض شوية. هتلاقيها بقى بدأت اللحم بتاعها يستوي، ويتحول من اللون البينك ده او الوردي للون الاصفر شوية. بعد كده كنت محضرة عصير طماطم هبدأ احطه عليه. الوصفة دي ما فيهاش توابل غير التوم البودر، حطيته بديل التوم
شوية ملح وشوية فلفل وبس كده يا جماعة، وبجد طلعت خطيرة تجنن. اعملوا حركة البصل اللي قلتلكوا عليها دي، هتفرق جدا جدا في النكهة بتاعة البطاطس وبتاعة الفراخ. وبس هدخلها الفرن بعد ما اضيف عصير الطماطم. الطماطم بتاعتي كانت حمرا فما اضطريتش ان انا اضيف عليها صلصة، وكانت حلوة جدا. بعد كده بتدخل الفرن وبتبقى جاهزة بعد نص ساعة بالظبط، هتلاقيها استوت، وكمان الفراخ اخدت لون من فوق وجالك كأنك شوياها. وبجد طلعت خطيرة. جربوها بطريقتي، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، عجبتكم ولا لا، او هتعملوها ولا لا. تعالوا بقى نعمل مع بعض حلو سهل جدا وسريع ويرطب كده عليكم في الصيف، وكمان من غير فرن، وكله كده جاهز. اول حاجة جبت كيس من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه ده اللي احنا قلنا انه يكون اساسي عندك في البيت في حلويات الصيف. اولا تقدري تعملي بيه ايس كريم، تقدري تعملي بيه اي حلو من الحلويات اللي هي الصيفية اللي مش بتحتاج فرن. تقدري تعملي بيه تشيز كيك، وهتشوفوا معايا كده انا هعمل بيه كريمة تقدري تستخدميها لو حابة تعملي تشيز كيك، وهتطلع خطيرة. اول حاجة انا حطيت بيكل كريم شانتيه، حطيت عليه حوالي تلت كوباية من المية الساقعة. المية بتبقى احسن من اللبن شوية، بس انا حبيت ان انا اخلط. حطيت حوالي ربع كوباية من اللبن وتلت كوباية من المية الساقعة المتلجة. وبدأت ان انا اضرب الكريم شانتيه، هفضل اضربه لغاية ما يتحول ل قوام كده بقى كريمي، وقوامه يتقل زي ما هتشوفوه كده في الفيديو. الخطوة بقى اللي هضيفها عليه دي جبنة كريمي بالقشطة، جبنة بيضة بالقشطة من عند اللبان. طعمها تحفة يا جماعة، تقدروا تعملوها سندوتشات اصلا، طعمها خطير بجد. وتقدروا كمان تحطوها في الحلويات زي ما قلت لكم، تقدروا تعملوا بالكريمه دي تشيز كيك وهتطلع تحفه 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 وخفيفه جدا. وكمان تقدروا تستخدموها زي الايس كريم. انا يعني عملت كده بولات ايس كريم لفيروز وطلعت والله يا جماعه طعمها خطير، بس تعملوها بالطريقه دي. وعلى فكره الكريم تشيز دي اللي احنا حطيناها مش غاليه خالص، انا جايبه توم ب20 جنيه، فالموضوع مش مكلف خالص. مع كيس الكريم شانتيه، وهيعمل لك كميه كويسه تقدري تعملي بيها بولات ايس كريم لاولادك. حلوه جدا. يلا بينا نحضر الحلو. بصوا زي ما انتم شايفين كده كيكه جاهزه. طبعا استغنيت عن الهوز عشان مقاطعه، وبدات اسقيها باللبن واهرسها كده، وحطيت عليها الكريمه بتاعتي. بعد كده حطيت عليها كاستر في الشوكولاته، طعمها يجنن. تحط في الفريزر او في التلاجة تمسك نفسها، وبعدين رشيت عليها شويه شوكولاته. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير. باي باي.